موسم المانجا يلا بقى لازم نستغله ونعمل بقى حاجة تحفة وعظمة وترتب على قلبنا في الصيف والحر ده. عايزة اقولك بمانجاية واحدة بس هتعملي العظمة دي. تخيلتيها؟ يلا ندخل بقى على الفيديو ونشوف الجمال ده معمول ازاي وننفذيها واعمليها وادعيلي كمان. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا الوصفه الجميله بتاعتنا دي من غير فرن في الصيف والحر ده حاجه حلوه بقى وسهله وبسيطه وترتب على قلبنا. جبت بقى قالب البايركس بتاعي وجبت الكيكه اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي. اي كيكه بقى، كيكه جاهزه، كيكه معموله في البيت، بس انا استسهلت صراحه وجبت كيكه جاهزه بالشكل ده لاني كنت مستعجله وعايزه اعمل حاجه حلوه. تقدري تنفذيها باي كيكه انت عاملاها في البيت. ممكن تستبدلي الكيكه بالبسكوت كمان. جبت الكيكه ورصيتها في القالب بالشكل ده. جبت بقى منجايه وحطيتها في الخلاط بربع كوبايه بس من الميه وضربتها كويس جدا. دلوقتي بقى بعد ما ضربت المنجايه هبدا اسقي الكيكه بيها بالشكل ده. خدت نص تقريبا كميه العصير او اقل كمان. وسقيت بيه الكيكه بالشكل دوت ووزعت العصير على الكيكه وسقيت الكيكه بالشكل ده. تمام. باقي العصير بقى اللي في الخلاط هنعمل بقى بيه حاجه حلوه جدا. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه ان طعمها زي تورته الايس كريم واحلى كمان. بصوا بقى باقي العصير دوت اللي ضربته بالمنجايه الواحده اللي انا استخدمتها. هبدا اسكره بقى واحط كده عليه 3 معالق من السكر وكمان كوبايه من الكريم شانتيه الخام. انا حطيت سكر عشان الكريم شانتيه بتاعي كان خام. ومعايا بقى كمان علبه كده من الايس كريم اللي بطعم المانجا. ممكن تستبدلي الايس كريم بطعم المانجا بالجيلي، جيلي المانجا طبعا. وفضيت كده كيس الايس كريم على المانجا وعلى الكريم شانتيه. اما لقيت القوام تقيل جدا ومش بيلف معايا حطيت بقى حوالي ربع كوبايه بس من الميه المثلجه وبدات اضربه وبدا يتضرب معايا وهو ده القوام المطلوب اللي انا عايزاه. انا عايزه قوام وسط لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تمام. بريح الخلاط واشغله كده لغايه ما القوام يديني القوام المظبوط. بصوا القوام عامل ازاي. ده بقى يا جماعه ايس كريم، ايس كريم مانجا خطير. نزلت بقى كل المكونات كده. بصوا كميه الكريمه حلوه ازاي. نزلت كده كله بسباتولا بالشكل دوت كل اللي في شفشق الخلاط. وهبدا اوزع الكريمه بتاعتي دي على الكيكه بالشكل ده. بصوا هتغطيها كويس جدا وبتبقى كمية حلوة قوي. ممكن تكتفي بالخطوة ديت وتتقدم بالشكل ده. حاجة بجد تحفة، طعمها خطير. انا حطيتها بس في التلاجة شوية وخدت كمان منجاية كده وبدأت اقطعها كده مكعبات بالشكل ده علشان احط فوق الايس كريم قطع من المانجا. مش قادرة اقول لكم كانت حلوة ازاي وطعمها خطير. قطعتها كده بالشكل دوت ونزلتها كده بمعلقة في الطبق بالشكل ده والتقطيعة كانت سهلة جدا. بتنزل بقى معايا مكعبات بمنتهى السهولة. تمام. بصوا بقى سهلة ازاي. وكنت في الوقت دوت مدخلة التحلية بتاعتي الجميلة دي التلاجة تتماسك شوية او الفليزر كمان لغاية ما قطعت المانجا بتاعتي كده زي الفل. قطعت بقى المانجا بالشكل دوت وبعدين طلعت التحلية بتاعتي من الفريزر وحطيت عليها قطع المانجا او مكعبات المانجا بالشكل ده. مش قادرة اقول لكم سهلة ازاي وبسيطة وكانت طعمها خطير، طعمها يجنن. بصوا كانت دلوقتي بدأت تتماسك. دلوقتي بقى هوزع عليها قطع المانجا بالشكل ده وهدخلها الفريزر تاني لمدة ساعتين. لو بقى في التلاجة عادي كده هتقعديها بقى لمدة 4 أو 5 ساعات علشان تتقطع معاكي كده وتتماسك معاكي والايس كريم يتماسك معاكي. وزعت كده قطع او مكعبات المانجا وبقيت اضغط عليها كده بالمعلقه علشان تدخل كده جوه الايس كريم. مش قادره اقول لكم جميله ولذيذه وطعمه ازاي يا جماعه، حاجه بجد تحفه. وتاني يوم كمان هتبقى احلى واحلى. دلوقتي بعد ما دخلتها بقى الفريزر هنقطعها كده بقى مع بعض. خطيرة، طعمها يجنن وسهلة وبسيطة ولا شغلنا فرن ولا أي حاجة وما خدتش مننا وقت خالص في تجهيزها. وبجد طعمها زي تورتة الآيس كريم. لو جالك أي ضيف وقدمتيها بجد يا جماعة حاجة بجد تحفة تشرف في طعمها. جميلة. والمانجا طبعا خطيرة. مش قادرة أقول لكم عشاق المانجا مين ما بيعشقش المانجا. نفذوها يا حبايبي بجد هتعجبكم قوي.
اتمنى يكون النهارده الفيديو والوصفه عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك وشير كتير للاصدقاء. ما تنسيش كمان دوسي على اشتراك، دوسي على علامه الكل لو بتتابعوني من القناه، ولو بتتابعوني من الصفحه تعليق حلو منكم لايك للصفحه عشان يوصلك كل فيديو وكل جديد بنزله. عايزه اقول لكم ان تعليقكم بيفرحني جدا كمان. نفذوها يا حبايبي وما تنسونيش في دعوه حلوه. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.